السلام عليكم متابعينا. بعد فاجعة وفاة المسماة كاتيا الشهيرة بلقب الشيطان المقلشة أثناء بث مباشر وعلى منصة التيك توك إثر تعرضها لسكتة قلبية أودت بحياتها، حيث اتصل المتابعون في اللايف بمصالح الأمن والحماية المدنية، لكن تم العثور عليها مفارقة للحياة. والمعروف أن كاتيا ليست متزوجة وليس لها أحد من عائلتها بعد تبرؤهم منها، والمنزل الذي توفيت فيه كانت تستأجره. وقد رأى البعض أن وفاتها على المباشر خير من أن تتوفى وحيدة في منزلها دون أن يعلم أحد بذلك. وقد أكد شهود عيان بأن منزل المرحومة كان بسيط غير مجهز، ولم يتم العثور على أي ممنوعات أو مشروبات كحولية أبداً، بل وجدوا مصحفاً للقرآن الكريم كبير الحجم وعباية للصلاة وسجادة في رفوف خزانتها، ما ينفي الصور الخاطئة التي رسمها البعض عنها، لأنها اعترفت سابقاً أنها ترغب بالتوبة والابتعاد عن المناكر، وأن أمنيتها أن لا تموت وحيدة، وقد تحقق حلمها بعد وفاتها على المباشر تحت أنظار متابعيها. لا تتسرع في الحكم على البشر، فالله يعلم ما في صدور خلقه. رحم الله الفقيد وغفر لها.